الفريق العراقي وعادة الفرق التي تلعب أمام الفريق السعودي تستغل نقطة معينة، واللي هي دائما تقدم أحمد الدوق، دائما المنطقة خلفه دائما مستثمرة. يعني هذه الكرة واحدة في رمية تماس واستغلت وسجلت هدف. يونس محمود لعب كرة براسه، كان طلب الكرة خلف رضا تكر. واعتقد ان شاهدنا والان هذه ومدافع واحد وثلاثة مهاجمين عراقيين. فانا اعتقد انه دائما استغلال، لابد كان متواجد لاعب وسط. اذا انت اردت الاستفاده من احمد الدوخي كناحيه يمين، لابد من تواجد لاعب وسط يمين الى التغطيه وعنده القدره. اربيل في العراق، الجماهير التايلانديه وكره عاليه، التحول، اوه جول يونس يأتي بالتعادل أخيرا. الحقيقة أخيرا هو المنطق يفرض نفسه الآن. يونس محمود يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب العراقي. لاحظ طول القامة كيف يساعد طول القامة، وبالتالي يونس محمود طويل القامة يقفز. لاحظ الكرة مرة أخرى، لاحظ طول القامة، يقفز يونس محمود ويحط الكرة رفض الكرات العالية ونشأت يتقدم ويلعبها. يونس بدري يونس على طول يونس محمود يسجل الهدف الأول في المباراة، الهدف الثاني ليونس محمود، وهو الهدف الأسرع في البطولة لغاية الآن. عند دقيقة وحوالي 36 ثانية. يونس محمود كنا نقول الكرات العالية أتت، الكرة العالية اللي يشوفها أمامنا إلى يونس محمود، يحمل علم العراق، يقبل علم العراق في كوالالمبور. الثاني يأتي لمصلحة المنتخب العراقي عند من؟ عند يونس. علقها يونس محمود يصل بالعراق إلى الهدف الثاني. العراق يسجل الهدف الثاني غير، الثاني أحلى، الثاني أجمل للعراق. الهدف الثاني أخيرا يتمكن نفس اللاعب. الدقيقة الأولى، الآن الدقيقة 19 الشوط الثاني من المباراة، يونس محمود حط في مرمى هونغ سون، وبالتالي الآن العراق 2-0 فيتنام. يونس محمود بالتخصص، يعني هدف في الشوط الأول وهدف جميل في الشوط الثاني من المباراة. لاحظ انت، يعني لاحظ معي مدافعي المنتخب الفيتنامي وقصر القامة الحاضرة ولعب الكرة من اكتسبناه، بينما كرة عراقية تلعب للزعامة خطيرة، جول للزعامة يا يونس، للصدارة يا محمود. مش ممكن خطف الخروج من الحارس ياسر مسيليم، وفييرا هو العريس. 1-0، عراقية التقدم، عراقية الافتتاح، عراقية فتح باب التسجيل. شوف الكرة، خطم المسيليم، أين المراقبة والمتابعة؟ يونس لا يترك، يونس بالراس في قلب المرمى ليتقدم أسد الرافدين بأولى الأهداف. كنت نحكي على الذاكرة القصيرة، سبحان الله، كأنه إحساس. كنت نحكي على ذاكرتكم القصيرة. نعم، العراق اليوم أفضل، وهذا هو التأكيد. 1-0 الجول، مشات من هوار، اضربها يونس. 1-0 العراق. إذا تتغير المباراة، تتغير في أقل من 20 دقيقة. هل هو الهدف الحاسم من محمود يونس، أم أن الفريق السعودي له الكلمة؟ ما زالت سعادة اللي حطوها على الشعب العراقي بل العربي في 2007. تمشي كرة خطيرة على القائم الثاني، الراس والهدف، الهدف العراقي الأول. الله، منصورة يا بغداد. 1-0 يتقدم السفاح، هو من ختم مسلسل 2007 وهو من يستهل مشاوير 2011. 1-0 عن طريق القناص ابن القناص يونس محمود، الهدف الأول العراقي. إذا الهدف الأول في متابعة من يونس، والجول الأول للعراق.
معه تنطلق القمة، معه تبدأ الإثارة. كرة على القائم الثاني، رجعت في الوسط، دخلها في الجول يونس محمود. شوف المتابعة، شوف الذكاء في عد الباس من عماد محمد. والهدف الأول على طريقتك يا راضي وبأهدافك يا حسين. شوف 1-0 عن طريق يونس ولقبه محمود. إذا الهدف الأول العراقي، معه تنطلق القمة موفقا، لكن في بعض الدقائق الحقيقة، بعض الدقائق 20 دقيقة على الشوط، بداية الشوط الثاني كانت إماراتية، الآن عراقية. قد تأتي الأمور متأخرة للعراق، قد تأتي متأخرة للعراق. الله يا عالم كرة القدم، الله يا المجنونة، الله يا المجنونة المستديرة اللي تجنن وتفر العقل والراس. مباراة تفر العقل والراس، مباراة بهذا الشكل. الآن شوف 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 يونس ظهر في هذه اللقطة، ولكن وين وليد عباس؟ وليد عباس لاحظ، وليد عباس في نيران صديقة كثيرة في هذه البطولة، لكن هي النيران الصديقة الأسوأ للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي وحزن الحقيقة مستحق للمنتخب الإماراتي. اللاعب وليد عباس شخصيا أتعاطف مع هذا اللاعب، لأن هدف قاتل يونس محمود. مباراة متكافئة الآن. الفريق الإيراني في الدقائق الأخيرة خرج شوية على انكماشه الدفاعي، عمل شوية تغييرات روح. والهدف الثاني، الهدف الثاني بالرأس، جول 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 السفاح يونس محمود. يونس محمود يسجل الهدف المحمود. هذا هو السيناريو الموجود. الهدف الثاني لأهل بغداد، الهدف الثاني من يونس في 8 أهدافه. أنا لما أقول في تقديمي لي في المباراة أنه قد يسجل أغلى هدف ليه بعد هدف النهائي. 2 العراق 1 إيران 2-1. هذه فرحة يونس محمود، هذه طريقة يونس محمود. حمدول على الأقل تعب البارح بعد ماتش تونس وزامبيا، وتزيدونا 120 دقيقة. حمدول على الأقل نخرجوا فرحانين. تعبي وتعبكم ما يمشيش خسارة، تعبي وتعبكم ما يمشيش خسارة. ترغام يصنعها والراسية تكتبها، والعراق تتفادى حاليا ركلات الحظ باللوترية. ماتش العراق قلت أكثر من مرة، راضي شديشل بالتغييرات غير شكل المباراة. مباراة العراق نصف نهائي تاريخي يقرب المنتخب العراقي.